النهارده سعد الصغير قال ان هو هيفجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال 48 ساعة فقط لا غير، وده بمناسبة نيته انه يسحب اوراق الترشح للرئاسة. وقال ان هو هيعقد مؤتمر صحفي يعلن فيه عن الجهة او الشخص اللي دفعوا للترشح، وانه هيجمع اكتر من 55,000 توكيل وسيتقدم بعدها باوراقه للترشح للرئاسة. احب ارحب بضيفي في مصر الجديدة الكاتب الصحفي الاستاذ ياسر الزيات، وبرحب بيك وبشكرك على وجودك في مصر الجديدة. العفو، ده شرف ليا. تفتكر من خلال قراءتك للمشهد السياسي في مصر ومن خلال متابعتك اليومية، ايه نوع المفاجأة من العيار الثقيل اللي ممكن يفجرها سعد الصغير؟ مفيش اي مفاجآت ممكن يفجرها سعد الصغير. ليه؟ وبمناسبة ترشيح، وانا احب اهدي له اغنية بحبك يا حمار، الاغنية الشهيرة بتاعت سعد الصغير. ده وقتها المناسب اظن. انت اللي هتهديها له؟ انا بهديها له. هو اهداها للكل. لا، انا بهديها له طبعا، ما احنا لازم نردها له دلوقتي. الحقيقة ان مشهد الهزلي ده بيكملوا سعد الصغير، ولازم ما نتعاملش مع الحاجات اللي زي دي بجدية شديدة. دي حاجات لإشغال الناس بقضايا فرعية وتافهة، ويخليهم يتكلموا عن سعد الصغير، ويخليهم يتكلموا عن حاجات ملهاش علاقة بالجذر. يعني مثلا موضوع سعد الصغير. سعد الصغير جمع 35,000 توكيل من شبرا الخيمة. كويس جدا. شروط الترشح للرئاسة 30,000 توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة. يعني نرمي موضوع سعد الصغير ده بقى على جنب وما نشغلش بالنا بيه. في زيه كتير جدا ناس يقول لك أنا هترشح، لكن شروط الترشح لا تنطبق عليها ولا يمكن إنها تنطبق عليها. بس يتزق سعد الصغير، يلا اعمل لنا افيه كده عشان نسخف موضوع الرئاسة، عشان نقول كل مش عارف، مع احترامي طبعا لسعد الصغير برغم كل شيء والفن اللي حتى مش بتفق معاه ولا بحبه، لكن وجود حد زي سعد الصغير بإهانة الحقيقة لقامات كبيرة مترشحة للرئاسة. مين بقى؟ مين اللي بتقول يشغلونا او يشغلوا المجتمع، يدفعوا بقصص عشان الناس تقعد تتكلم على سعد الصغير؟ مين الجهه دي؟ النظام الذي لم يعد سابقا. يعني اللي هو احنا غيرنا بس حسني مبارك، لكن النظام بتاع حسني مبارك موجود زي ما هو بالظبط، ويمثله بشكل شرعي المجلس العسكري والمصالح اللي هي مرتبطه بيه.